التغطية، خاصة الهدف الثالث لا يمكن أن يحدث. مهاجم مثل جيان استطاع أن يضع في ظهره، لكن بشكل عام الفريق في دكة البدلاء لاعب أجنبي كولومبي جوستاف، بالتالي اللاعبين الأجانب عاملين فارق كبير جدا على الفريق الهلالي، هذا بشكل واضح. على عكس محترفين العين. عكس محترفين العين، هذا بشكل كبير. الشيء الآخر أن الهلال افتقد الاستقرار. هذه البطولة وانت سألت سلطان عن ما ميز فريق العين، من الأشياء أيضا اللي ميزت فريق العين هو الاستقرار. كوزمي موجود من العام الماضي، الأجانب الموجودين تقريبا من بداية الموسم، كل شيء كان واضح. لكن في الفريق الهلالي لا يستطيع الفريق أنه بالتشكيل اللي دخلها في الشوط الأول أنه يدافع بشكل تام ويلعب الهجمات المرتدة طول المباراة، ولا يستطيع لو لعب بمهاجمين أنه يوجد الجانب الهجومي ويلعب على الأطراف. الفريق مليء بالأخطاء، لا يوجد اللاعبين القادرين على أنهم يقودون الفريق قيادة مهمة جدا. نتكلم عن لاعب أجنبي مؤثر على مستوى محور الارتكاز أو حتى على مستوى مدافع، ولاعب جيد المدافع في المنافسات المحلية أمام المهاجمين الأقوياء في مثل هذه المنافسة. بالتالي التحضير بالنسبة للفريق لم يكن بشكل جيد. عامل الاستقرار أنا باعتقادي هو المهر الأساسي لهذه البطولة، الاستقرار على مستوى الأجانب والاستقرار على مستوى المدربين. في مدرب قادر أنه يشكل لك إضافة كبيرة. ميلان يتفق مع جزء كبير بما تفضلت فيه نواف، يقول من أسباب فوز العين أهمها الأجانب زائد عموري، والعكس تماما مع الهلال أسوأ أجانب مروا على الهلال. ويسألك عن رأيك في المدرب فنيا، مدرب الهلال. المدرب أنا ما أستطيع أن أحمل زلاتكو كبير. زلاتكو كان مع فريق الفيصلي، استطاع قيادة الفريق الفيصلي بميزانية قليلة جدا، لكن الظروف مختلفة. الهلال مختلف، متطلبات الهلال مختلفة، رؤية جماهير الهلال، ما تريد إدارة النادي من الفريق، كلها أشياء نوعا ما مختلفة. لكن حضوره في ظل بعد كومبواري صعب جدا أنك تغير مدرب في توقيت حرج بالنسبة للفريق، لكن كان لابد من تغيير كومبواري لأن كان هناك أخطاء كثير على مستوى عدم معرفته بالنادي اللي دربه. من ناحية كل نادي أنا عندي اعتقاد أن له عادات وله ثقافة في طريقة اللعب. الهلال له أسلوب في مثل هذه البطولة، لكن لم يتعامل مع هذا الأسلوب من خلال الثبات على جهاز فني مهم. وأنا أعتقد يعني مسألة أشهر سبقت المشاركة، صحيح. مش مسألة ظروف يعني وقتية. محمد لا يمكن أنك تدخل بطولة مثل هذه بتحضير أسبوعي، انك تحضر قبل المباراه باسبوع او انك تحضر قبل المباراه بشهرين او بشهر، لا، هذا تحضير بدايه الموسم تكون هذا نتيجته. صح انه اكثر صعوبه انه البطوله تلعب على تقريبا فترتين مختلفه، تعد بطولتين، هذا يصعب ليس فقط من فريق الهلالي، من جميع الفرق الخليجيه، يسهل مهمه غرباسي. لكن هناك يعني عمل لابد انه يعمل في الفريق الهلالي، مدرب قادر، مدرب مختلف، مدرب من نوعية غير زلاتكو لا يملك الحلول، وبالتالي لاعبين أجانب وأدوات. كل هذه العوامل هي اللي ممكن تعطيك نتائج. عكس ذلك أنا لا أتوقع أن الهلال ممكن ينافس في هذه البطولة، مستحيل. دعونا مشاهدينا الأعزاء نستمع للقاء خاص لجزيرة